بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل باراجراف جديد عن مدينة أو محافظة دمياط. تمام. دمياطة جوفرنوريت. دمياطة جوفرنوريت. عايزين نعرف هنحط جواها ايه. تمام. بصوا هنا معايا، أنا مجزأ لكم 3 أجزاء، 1 2 3. 1 ده الاسم أو الضمير، النون أو السبجكت بروناونز. النون يعني ايه؟ يعني مثلا هنا دمياطة، أرض، فلاحون، كل ده اسم. تمام، سواء كان اسم مفرد أو اسم جمع. أما كلمة زي ده اسمه subject pronouns، ضمير فاعل. ضمير بيجي بحطه مكان الاسم. لما أجي أتكلم عن الاسم لتاني مرة بحط الضمير اللي ينوب عنه. طيب، يبقى أول واحد هنا اسم أو ضمير. تمام، ضمير فاعل. ضمائر الفعل اللي هي ايه؟ الاي واليو والهي والشي والات والزي والوي. طيب، بعد هنا رقم 2 الفيرب، الفعل. تمام. رقم 3 باقي الجملة. تعالوا نشوف هنكتب هنا ايه ونقرأه، ونكتب واحدة واحدة هنعمل فيها ايه. طيب، الجملة اللي عندي الأولى بتقول دمياط تكون محافظة جميلة جدا. وممكن أقولها جملة كمان، دمياط يعني أكررها تاني، تكون محافظة مشهورة جدا. يعني ممكن أقول جميلة جدا وأعمل جملة كمان نفس ترتيب الحاجة، بس الكلمة دي اللي أنا هحط تحتها شرطة خط ده هغيرها. يبقى أنا دلوقتي هعمل كام جملة؟ ممكن من جملة واحدة أعمل 2، وكده يبقى أنا كترت عندي، عشان لما أجي أعد 1 2 3 4 ألاقي عندي كلمات كتيرة. تمام كده. طب تعالى يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنا الاسماء اللي عندي، اول جمله عايزه اقول ايه؟ دمياط، دمياطة. تمام، الدي عندي هتبقى كابيتال. اول حاجه في الكتابه عندي يا ولاد، اول حاجه تبقى كابيتال، اول حرف كابيتال. ولو شفت حتى كمان دمياط في نص الكلمه او في اخر الكلمه او في اي مكان، سواء كان هنا اول ولا تاني ولا حاجه، برضو عاملها كابيتال. البلاد اول حرف فيها كابيتال. البلاد عموما اول حرف فيها كابيتال. كده كده احنا هنكتبها ايه؟ كابيتال. طيب، يبقى هقول هنا، بيقول لك هنا دمياط اهي، دمياطة تكون از، الفعل يكون از. اشمعنى از؟ يكون عشان دمياطة عددها 1، محافظة حاجة واحدة بس، هاخد الفعل از اللي هو يكون. طيب، محافظة جميلة جدا. محافظة جميلة جدا، كل ده على بعضه أنا هاخده بس بالمقلوب. يعني أنا هبدأ بجدا وجميلة وآخر حاجة محافظة. تمام؟ أنا قلت إيه؟ الإنجليزي بالمشقلب، يعني نشقلب هنقول الجملة صح. محافظة جميلة جدا، هحط هنا بعد إز، جدا اللي هي very، جميلة beautiful، governorate محافظة. تمام كده. إز، لما اكتب إز في الفعل يا ولاد الحاجة اللي هتيجي بعديها تبقى مفردة. تمام. a very beautiful governorate، محافظة دي كلها ترجمتها محافظة جميلة جدا. لما اجي اكتبها اعكس الكلام، اعكس يعني من ورا لقدام، امشي كده ارجع بظهري. جدا very، جميلة beautiful، محافظة governorate، واحطه في الستوب. تمام كده. طب ممكن أعمل جملة تانية، دمياط، دمياطة تكون is محافظة مشهورة جدا. محافظة مشهورة جدا a very famous، a very famous governorate. تمام. يبقى الأول لازم تعرف لي أنت هتحكي عن إيه. أنت بتقولي أكتب باراجراف عن محافظة دمياط، تعرف لي المحافظة دي جميلة جدا مشهورة جدا، تعرفها لي الأول. يبقى هاخد الأول دمياطة واحط بإز يعني يكون، تكون a very beautiful governorate. دمياطة is a very beautiful governorate.
أو دمياط is a very famous governorate، يعني محافظة مشهورة جدا. تمام؟ وبعد is هنا عشان governorate محافظة. تمام كده؟ شفت بعدتها عنها ازاي؟ عشان لازم اكتبها اكتب الصفات الاول وبعدين اكتب كلمة محافظة الاسم. تمام؟ a very beautiful governorate، يبقى الانجليزي هنا عندي بالمشقلب. طيب الجملة التانية بتقول ايه؟ هحط في الستوب. الجملة التانية بتقول أرضها. أنا أقصد بأرض مين؟ مش أقصد بأرض محافظة دمياط؟ طيب أرضها يعني إيه؟ It's land. It's land. هي It's land دي أرضها؟ بص كده معايا. قلت أرضها إيه؟ It's land. أرضها عايدة على مين؟ على محافظة دمياط. محافظة دمياط دي لها عقل يا ولاد؟ دي محافظة ملهاش عقل. تمام كده؟ تمام؟ طيب أنا عايزة دي، الأرض دي عايدة على إيه؟ غير عاقل. الأرض دي عايدة على غير عاقل. أرض يعني لاند. ها عايدة على إيه؟ على محافظة دمياط الغير عاقل، ما بتعقلش. فإيه الها دي أترجمها الأول اللي هي إتس. تمام؟ واكتب الها دي أترجمها الأول اللي هي إتس، واكتب كلمة أرض اللي هي لاند. يبقى كده إتس لاند أرضها. إتس لاند أرضها. بس أنا عارف إن إتس دي معناه إنه يكون. أهي إتس اللي أنت تقصد عليها فيها أبوستروفي. فيها هنا أبوستروفي. يعني إيه؟ يعني دي عبارة عن حاجتين اتنين يا ولاد. إت إنها وإز تكون. فأنا بختصرها، بشيل الآي وعوض مكانها بأبوستروفي ضمة كده فوق. بقت إنها تكون على بعض. إت إز اللي هي إتس. أم أبوستروفي خلي بالك. أم أبوستروفي دي معناها إنها تكون ضمير وفعل. ضمير وفعل. ده عبارة عن ضمير subject pronouns ضمير إت وجنبيها الفعل. أمال إتس دي إيه؟ عارفين صفات الملكية؟ يعني اللي هي ماي ويور وجنبيها الاسم. يعني ماي بن قلمي. يور بن قلم مك. his بن قلم مه. يعني الاسم موجود ومسك حاجة، حتة كده، حتة حرف جنبيها. الاسم القلم يعني بن، اسمه قلم. لكن انا دلوقتي بقول قلم ولا قلمي؟ فانا قلت ان القلم ده بتاعي انا، راجع عليا انا، ملكي انا، فهقول ده الاول ماي وبعدين ارجع اكتب القلم. طيب بقول قلمك، يبقى هكتب الكاف الاول اللي هي يور وبعدين اكتب الاسم اهي قلم. طيب بقول قلمه، يبقى اكتب الهه الاول اللي هي هز، رجع الهه دي عايده على مين؟ على ولد، وبعدين اكتب القلم. طيب ارضها، ارض ها، ارضها. هي انا حافظ ان كلمه ارض يعني لاند. حلو كده؟ ارض يعني لاند. انا بقول ارضها. ارض بتاعت مين؟ ملك مين؟ دمياط اللي هي غير عاقل. فهكتب الها بتاعت الغير العاقل، هكتب الها بتاعت الغير العاقل اللي هي ايه؟ ات من غير ابوستروفي. يبقى اتس ده عبارة عن الهاء الغير العاقل، واكتب كلمة ارض لاند. يبقى كده ارضها. ارضها. تمام؟ الارض دي عايدة على محافظة، المحافظة دي ما عندهاش عقل، فهاخد لها صفة الملكية اتس وبعدين اكتب الاسم. يبقى الاسم انت بتحفظ له، حطيت جنبه حتت، حطيت جنبه حتت. قلم مي، المي دي اكتبها الياء اللي هي ماي وبعدين ارجع اكتب القلم. قلمه، قلمك، اكتب الكاف الاول اللي هي يور وبعدين اكتب القلم بن.
ألمه. اكتب الهه ده الاول اللي هي هز، وبعدين اكتب البن. تمام. ألم ها. اكتب الهير واكتب كلمة بن. اكتب دي الاول وعايدة على بنت. البنت دي ألمها، ألمها هي. تمام. طيب عايزة اقول ديلها. ديلها هنا بقى، ديلها هنا. الديل اهو اسمه تيل. الهادي عايد على انسان يا ولاد؟ يعني الانسان عنده ديل ولا عايد على غير عاقل؟ عايد على الحيوان، يعني زي القطه ديلها، صح كده؟ طيب يبقى الحاجه هنا، الصفه الملكيه اللي عندي هنا اللي هتمسك في الاسم دي اكتبها الاول. دي عايده على غير عاقل اللي هي اتس اللي هي اتس. وبعدين اكتب الايه الديل. اتس تيل. اتس تيل. اتس تيل. ديلها. اتس لاند. ارضها. بتاعت محافظة دمياط الغير عاقل. طيب هي المفروض تتكتب كده، لكن عشان احنا بنكتبها في اول الكلام، في اول الجملة، شايفين؟ بكتبها في اول الجملة، فلازم تبقى الاي عندي كابيتال. تمام. طب تعال نشوف تاني. ارضها اتس لاند. ارضها تكون اللي هي از. غنية بي rich in. غنية بي rich in. غنية بي rich in. غنية بي rich in يعني مليانة، فيها حاجات غنية بيه. عناصر غذائية nutrients. 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 يبقى أرضها its land. كلها على بعضيها دي معناها أرضها. مالها تكون is. غنية بيه rich in. غنية بيه rich in nutrients بالعناصر الغذائية. its land أرضها is تكون rich in nutrients. its land أرضها is تكون rich in nutrients غنية بالعناصر الغذائية. وحطيت هنا فول ستوب. تعالوا اتكلم الجملة رقم 3. فلاحون. هتكلم على الفلاحون هيعملوا ايه؟ هيزرعوا وهيربوا، صح كده؟ يبقى هتكلم هنا على الفلاحون. فلاحون يعني ايه؟ farmers. والاف عندي تبقى كابيتال لانها بادئه رقم 1 في الجمله يا ولاد. اول حرف لازم يبقى كابيتال. فلاحون يعني farmers. يزرعوا. شايفين الفلاحين مالهم؟ يزرعوا اللي هي grow. grow. farmers grow. farmers grow. الفلاحون يزرعوا. هيزرعوا ايه؟ هيزرعوا ايه؟ جوافز. جوافز اللي هم هيزرعوا ايه؟ grow يزرعوا جوافز اللي هي الجوافة. grapes العنب. and tomatoes اللي هو الطماطم. طيب شوفوا عندي يا ولاد انا كاتباها فين. يعني دي جوافة وعنب وطماطم. تمام. لازم يا ولاد عندي دي اكتبها مرة واحدة. طيب انا عندي هنا اعمل مكان هنا اند كوما. يعني هنا المفروض اكتب اند، لا اعمل هنا كوما. كوما يعني واو كده لتحت او شرطة لتحت. تمام. وبعدين اند دي اكتبها في الاخر، في اخر الاسم، في الاخر يعني اخر حاجة اقف عندها طماطم توميتوز اكتب قبلها اند. يعني ما ينفعش اقول جوافة و grapes. يعني ما ينفعش اقول زي ما انا بقول بالعربي، ما كررش هنا و. تمام. يعني هنقول جوافز grapes and tomatoes. تمام. يبقى نخلي بالي من علامة الترقيم اللي هنا. طيب يبقى الفلاحون farmers يزرعوا grow. هيزرعوا ايه؟ لان هي مشهورة ببلد الجوافة يا ولاد. تمام. جوافز كوما grapes and tomatoes. تمام. يبقى and بكتبها مرة واحدة بس. اما بقى اعملها زي الكوما كده وبعدين احط في الاخر فول ستوب. طيب
بعد ما قلت الفلاحون يزرعوا جوافة وعنب وتوميتوز وليمونز برضو ليمون، تمام، ممكن احطه، بس انا بستخدم الحاجات اللي هي ايه مشهورة بيها في محافظة دمياط. طيب عندي هنا ايه؟ هم. من اللي هم الفلاحين. هم اكرر تاني الفلاحون farmers، ممكن اقول ساعتها the farmers، تمام، بس ممكن اعمل ايه؟ احط الضمير اللي بينوب عنهم اللي هو they. الضمير اللي بينوب عن الفلاحين اللي هو they، يعني في الجملة اللي هتكلم عليها للفلاحين، انا قلت هنا جملة عن الفلاحين هكررها تاني، هكرر اسم الفلاحين تاني، احط الضمير بتاعهم اللي هو they، هم، لان farmers هنا جمع، هحط في الجملة اللي هتكلم عن الفلاحين تاني اقوم قايله عليهم they، هم. طيب هم يربوا raise، يربوا ايه؟ البقر cows. واكتب اند؟ لا، لان انا عندي بقر ودجاج وماعز، الاخيره بس اللي هكتب فيها اند، اللي هي قبل الماعز، جوتس الماعز اكتب قبليها اند، يبقى انا عندي ما اكررهاش كتير. امال هعمل ايه؟ بقر cows، واعملها كوما، دجاج chickens. خلاص ما عادش الا حاجه واحده كمان هكتبها، يبقى ساعتها اكتب and وبعدين اكتب goats يعني الماعز، تمام كده. يبقى هنا هم اللي هي they ده عايده على مين؟ على الفلاحون، يعني انا لما عملت الجمله اللي عن فلاحون تاني مره اكتب they، هم. يربوا raise، هيعملوا ايه؟ لا يزرعوا لا يربوا، تمام. raise هيربوا ايه؟ cows chickens and goats، هيربوا البقر والفراخ والجوتس اللي هو الايه؟ الماعز. طيب الحياة life، والإل عندي تبقى كابيتال اهي. life تكون is جيدة جدا very good هناك there. life الحياة تكون is، طب ليه انا ما قلتش a very good there؟ يعني فوق هنا a very beautiful governorate، هنا ما قلت على طول very good there. هقول لك ليه. عشان هنا هو يا ولاد بقول محافظة دي اسم، تمام، فهضطر اخد هنا الايه بتاعتها هنا، محافظة واحدة عددها واحد بس، لكن دي صفة ودي صفة ودي صفة، تمام. ثانية واحدة خلينا نركز. يعني مثلا اقول عليه he هو is يكون a boy ولد، واحط في الاسطوب هو يكون ولد واحد بس، احط قبليه علامة الايه دي، معناها واحد بس، ولد واحد بس. طب ليه حطيت هنا لان ده اسم يعد اسم، بوي يعني ولد اسم. طب عايزه اقول هو يكون طويل، شوفوا هكتبها ازاي، هو هي يكون اللي هي از طويل tall، واحطه في الاسطوب. امال هنا ما حطيتش هنا ايه اتول ليه؟ اصل tall دي صفه، tall دي ايه يا ولاد؟ صفه. الصفه ما احطش قبليها ولا احط جنب بعديها اس الجمع، تمام. هو هي يكون is a boy هنا حطيت وبوي عشان دي اسم، نوعها اسم، نبقى لازم اما نحفظ نعرف الاسماء والافعال والصفات، لازم اعرف تقسيم الجمله، الكلمه بتاعتي دي ايه، نوع الكلمه ايه. فهنا اسم واحد بس احط قبله a boy. طب هنا لما كتبت الجمله الثانيه قلت ايه؟ he is tall، ولا قلت ولا اعرف اجمعها. قالك عشان tall دي صفه، الصفة ما تحبش قبليها حاجة ولا بعديها حاجة. طب بص على دي، شوف عايزة اقول هو هحط الاسم جنب الصفة، يعني ايه؟ هو يكون ولد طويل، يعني انا الاول قلت هو يكون ولد وبعدين قلت هو يكون طويل. تعالى بقى اجمعهم على بعض، هو يكون ولد طويل، هو يعني هي، يكون يعني is، ولد دي اسم
واحد، عدده واحد وطويل. احنا قلنا في الانجليزي لما هتلاقيه كده كلمتين جنب بعض اقلب اعكس الصفه تبقى الاول، الصفه تبقى الاول. بص كده بقى معايا، هقول الصفه اللي هي طويل اكتب tall، اكتب boy. غلط، لان المفروض اكتب هنا a boy، صح كده؟ يعني اكتب tall a boy برضو غلط. الايه ده هتيجي هنا اهو جنب الصفه. يعني اكتبها ازاي صح؟ he is a tall boy، ولد طويل. مش المفروض الاي تيجي عند بوي يعني اكتب tall وبعدين بوي؟ لا، عشان الصفه جنب الاسم فهتتفق معاها. تقول لها بص بقول لك ايه، الاداه دي اللي معناها حاجه واحده بس هتبقى جنبي. احنا هنتفق اتفاق، تمام؟ حاجه واحده بس هتبقى جنبي، لكن اما نيجي نجمعك بويز يعني تبقى اولاد، الاس تبقى جنبك. يعني ايه؟ بصوا، هي تكون بنت، هي اللي هي شي، تكون اللي هي إز. بنت دي اسم مفرد يعني عدده واحد يبقى a girl، وحطه في الاسطوب بنت. بنت دي اسم. طيب هي تكون مثلا نقول هي تكون ايه؟ جميلة مثلا. هي اللي هي شي، تكون اللي هي إز. جميلة دي صفة، أقول a beautiful؟ لأ، beautiful على طول. واحطه في الاسطوب، تمام؟ يبقى الصفة ما بحطش قبلها ولا اجمعها. طيب عايزة اجيب الجملة الأولى مع الجملة التانية. هي تكون بنت جميلة، هي اللي هي شي، هحط الاسم جنبيه الصفة، بس أول ما أبدأ بالصفة. بنت دي اسم جنبيها الصفة، صفتها إن هي جميلة. يبقى أنا هما أجي أبدأ يعني هكتب هي شي، تكون اللي هي إز، بنت جميلة. في الإنجليزي بقى الحاجتين اللي قلناهم، هي ما هو الاسم والحاجة التانية الصفة. الحاجتين دول أكتب إيه؟ جميلة الأول beautiful، وبنت يعني girl. كده ناقص لي حتة. طيب أهي الأدي اللي عندي a girl هحطها فين؟ يا ترى هحطها جنب a girl هنا؟ لأ، قالك تحطها جنب الصفة a beautiful girl. a beautiful girl هي تكون فتاة جميلة، بنت جميلة يعني، تمام؟ ممكن نقول pretty girl يعني بنت جميلة، بس انتوا عشان مشهورين بكلمة beautiful يعني جميلة يعني beautiful، تمام؟ في كلمة تانية اسمها pretty يعني جميلة. يبقى هنا لما جيت حطيت الآية لما تيجي الصفة حطها جنبيها، تمام؟ يبقى هنا كانت a girl، لما جيت أحط دي الجملة دي مع الجملة دي شي أكتبها زي ما هي، إز أكتبها زي ما هي. أكتب a girl ولا beautiful؟ لا، أكتب beautiful. أخد الأدي منها الأول وبعدين أكتب beautiful وبعدين أرجع أكتب girl، تمام؟ طيب خلي بالك أو الآن بيتكتبوا حسب الإيه؟ الصفة. أو الآن بيتكتب حسب الصفة. يعني لو صفة بادئة بحروف vowels أخد آن، صفة بادئة بحروف vowels أخد آن، تمام؟ طب الصفة هنا beautiful بادئة أول حرف منها من حروف الفاولز؟ لا، الحروف الخمسة اللي هم المتحركين أول حرف منها فاولز، لا، يبقى أخد a beautiful girl، تمام كده؟ طيب زي مثلا أنا أقول إيه؟ she هي is تكون an excited girl، بنت متحمسة. الله، an جنب الصفة. مش المفروض أنا هنا أخدت a girl؟ المفروض لما أجي أكتب a girl هو ينفع أحط هنا وجنبيها حرف فاولز؟ لا، طالما الصفة اللي عندي بدأ بحرف من الحروف الخمسة اللي هم دول اللي انتوا كلكم عارفينها يا ولاد، اهي بدأ بصفة من اخد آن.
طيب لما تكون الصفة لوحدها خالص she is excited. she is excited. انا حطيت قبليها حاجة؟ لا. حطيت بعديها حاجة؟ لا. تنزل زي ما هي. اللي بيخلي الصفة يتحط قبليها او ان الاسم. بنت، محافظة، ولد. تمام؟ اللي خلاني هنا، بص بقى معايا، ده اللي هوضحه لكم. governorate هي محافظة. محافظة نوعها اسم، يبقى حط هنا تمام؟ لكن هنا مفيش اسم عندي، صفة صفة صفة، فما احطش هنا ده المقصود من الحوار كله، انك تفهم انت بتكتب ايه. انا حطيت هنا very دي صفة، beautiful صفة، governorate دي اسم نوعها اسم، فخليت لي احط هنا لكن اللي عندي هنا very صفة، good صفة، their صفة، مفيش اسم. فين الاسم اللي ياخده مفيش. تمام؟ يبقى هنا عشان هنا مختلف عن هنا، هنا حطيت عشان معايا اسم، هنا ما حطيتش حاجة خالص عشان التلاتة صفر. تمام؟ يبقى هنا الحياة حياة life، واللي عندي تبقى كابيتال بالمنظر ده. تكون is جيدة جدا هناك، very good there. هناك تتكتب كده جيدة جدا، جيدة جدا، اكتب جيدة جدا very good اهي، جيدة اهي يا ولاد، جيدة جدا، جدا يعني ايه very، وبعدين جيدة good. تمام كده؟ هناك، هناك there، جيدة جدا very good there، جيدة جدا هناك. تمام؟ آخر مرة، دلوقتي أنا عايزة أعمل عن محافظة دمياط. إيه اللي هتكلم عنه؟ هقول الأول إن المحافظة دي مشهورة جدا. دمياط تكون محافظة مشهورة جدا. دمياط دمياط تكون is محافظة مشهورة جدا. محافظة دي اسم عشان كده حطيت محافظة مشهورة جميلة جدا. هبدأ من ورا، جدا very، جميلة beautiful، محافظة governorate واحط فول ستوب. وعرفت قصة هنا تمام؟ تاني حاجة قلت أرضها اللي بتملكها دمياط، أرضها its land. تمام؟ تكون is غنية ب rich in، rich in غنية ب عناصر غذائية nutrients. دي اسم، دي صفة يا ولاد ودي اسم. شوف الاسم اس الجمع راحت عند مين؟ العناصر الغذائية هنا اهي. تمام؟ طيب عايزة أقول فلاحون، فلاحون farmers، فلاحون farmers، يزرعون grow، بيزرعوا ايه؟ جوافة وعنب وطماطم. جوافas كوما grapes and tomatoes واحط فول ستوب. جوافas كوما grapes and tomatoes. هقول تاني على هم يعني عايدة على الفلاحون، هم they يربوا raise هيربوا ايه؟ cows كوما chickens كوما and goats. طيب يبقى انا دلوقتي حكيت عن دمياط وعرفتها هي ايه، وقلت ارضها مليانه ايه. عرفت ان فيها فلاحين، هيعملوا حاجتين الفلاحين، هيربوا وهيزرعوا. تمام؟ هدخل بقى على مين يا ولاد؟ عن اللي هو فيشرمن. نسيتها، الصيادين. انا عندي فلاحين في دمياط وعندي صيادين. فيشرمن الصيادين مالهم؟ كاتش يصطادوا، كاتش يصطادوا. هيصطادوا ايه؟ فيش سمك from the sea من الايه؟ من البحر. from من the sea البحر. from يعني من، احفظ احفظ احفظ، from يعني من the sea البحر. تاني fishermen الصيادين. يبقى انا حكيت الاول حاجتين عن فلاحين، الفلاح هيزرع والفلاح هيربي. هتكلم على الصيادين عشان عندهم بحر ونهر. تمام؟ الصيادين لازم اذكرهم في الباراجراف ده يا ولاد. الصيادين fishermen صيادين. catch يصطادوا، catch عارف كات قطة؟
حط لها سي اتش، يبقى كاتش يعني يصطادوا. هيصطادوا ايه؟ فيش، سمك. فيش، سمك. from، من، the sea، البحر. تمام. life، الحياة. is، تكون. very good، كويسة جدا أو جميلة، جيدة جدا. there، هناك. there، هناك. تمام. وبكده يا ولاد قدرت أوضح لكم شوية تفاصيل، يا رب تكونوا فهمتوها. أي حاجة عايزين تفهموها تاني في الجزء ده اكتبوا لي في التعليقات، وأنا إن شاء الله أعمل لكم حاجة بسيطة كده عنه بحيث أن أثبت لكم المعلومة. تمام. لو كنت بتشوفني أول مرة ما تنساش تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات اللي بعد كده. سلام عليكم.